قبل ما نبدأ كده أحب أضمن لك إن الأنمي ده على رأي زيكو عظمة أم العظامة، من أفضل وأحلى الأنميات اللي ممكن تشوفها في حياتك حرفيا. فالبس السماعة علشان تستمتع بجودة صوت أفضل، ويلا بينا نبدأ. ده هو هيرو، شاب طيب وكحيان وملوش في أي حاجة في الحياة، بيحب اللعب جدا وخصوصا ألعاب الواقع الافتراضي، ومش مهتم بحياته ولا دراسته خالص. وفي أحد الأيام وهو راجع من المدرسة صاحبه بيكون قلقان عليه جدا لأنه مش بيبان في آخر فترة وإنه على طول بيلعب، بس هيرو بيقول له يا عم ما تقلقش عليا، طول ما انا بهرب من العالم ده فانا في السليم، والنهارده المرحله الاخيره في اللعبه هتنزل وانا عايز اخلصها كلها. ولكن هو مروح بيجيله الاتنين ودول هم المتنمرين بتوع الفصل وبيثبتوه بياخدوا منه فلوسه، وبعد ما بيسيبوه في حاله بيكمل في طريقه لمتجر الالعاب، بس بيكتشف ان هم اخدوا منه الفلوس اللي كان هيشتري بيها المرحله الاخيره، فبيقرر انه خلاص يروح. ولكن وهو في الطريق بتاعه بيشوف متجر شكله قديم، بيدخل المتجر ده، ولما بيدخل بيقابل بنت جميله وبيسالها عن اللعبه اذا كانت موجوده ولا لا، وده على امل انه يلاقيها بسعر ارخص. لكنها بترد عليه وبتقوله ان اللعبه دي سيئه جدا وانه المفروض يلعب لعبه تانية احسن منها بكتير. بتقترح عليه شويه العاب بس هو بيرفض وبيكون عايز يمشي، فالغريب انها بتتمسك بيه وبتقول له خلاص اللعبه دي موجوده عندي، فبيتبسط ان هي موجوده وكمان بسعر ارخص بكتير من اللي هو كان متوقعه. بيشتريها، لكنه لما بيجي يبص عليها بيكتشف ان هي لعبه واقع افتراضي مختلفه تماما. فالبنت بتزنقه في الكلام وبتقول له انسى انك ترجعها يا حلو، غير كده اللعبه اللي معاك دي احسن بكتير من اللي انت كنت عايز تشتريها، واقول لك على حاجه كمان، انا هكون معاك جوه اللعبه دي وهعلمك كل حاجه فيها. وبالفعل لما بيروح البيت بيبدا انه يجرب اللعبه، ولما اللعبه بتفتح بتكون في شخصيه في الاول بتقول انه لازم يخرج من المدينه ويروح يخلص على الشياطين، ولما بيفتح عينه بيلاقي ان جسمه وشخصيته نفس اللي في الواقع بالظبط، بل وكمان هو قادر يشم ويحس بالحاجات اللي حواليه في اللعبه، وبيكون مبهور جدا بتطور اللعبه دي برغم انها معموله من 10 سنين. بعد كده الباب بيخبط عليه فبيروح يفتح ورجله بتتخبط في الكرسي وهو ماشي، فبيحس بالالم وبيستغرب جدا من الموضوع ده. ولما بيفتح الباب بيلاقي في فتحه اسنان قدامه وشكلها واقعي جدا وبتتفاعل معاه، بيكون مبهور بالتكنولوجيا اللي كانت موجوده في الايام دي برغم ضعف الاجهزه. والبنت دي بيكون اسمها اليسيا وهي حبيبه الطفوله بتاعت هيرو في اللعبه، وبيجي الواد ده وبيكون اخوها وبيطلب منه ان هو يروح معاهم علشان يقطفوا التفاح، بس هو بيقول لهم تفاح ايه، انا عايز اروح لمدينه فولرا. الاتنين اول لما بيسمعوا الاسم ده بيتصدموا وبيقولوا له ما تبطل هزار يا عبيط انت، بدل ما حد يسمعك والحراس يجوا يشلوحونا. لكن هو ما بيكونش فاهم اي حاجه، فالواد ده بيبدا يشرح له ويفهمه ان مدينه تيدو علشان تحمي نفسها من هجوم الغيلان حفرت خندق كبير من بره المدينه وخلت كل السكان جوه وعزلت نفسها عن باقي المدن والممالك، والوحيد اللي يقدر يخرج هو المبعوث. لكن هيرو بيصر انه يخرج والواد بيتخانق معاه وبيضربه لانه خايف عليه. والغريب ان هيرو بيحس فعلا بالالم جوه اللعبه، فبيقول مع نفسه في الوقت ده هو انا جاي اتهزق هنا، انا بتضرب هنا وبتضرب بره، فبيقوم ضارب الواد وما بياخدش باله ان هو ماسك في ايده السكينه، فالواد بيموت. اليسيا بتحزن جدا وبتجري ورا هيرو اللي بيروح يهرب من البيت على طول لحد ما بيقدر يهرب من اليسيا، وبيكون مصدوم انه قتل شخص وبيقول دي مجرد لعبه اقدر استرها في اي وقت. وفي الوقت ده ريونا بتظهر له وبتقول له انا جيت لك زي ما انا وعدتك اهو علشان اعلمك، وبتكون على شكل جنيه صغيره، ودي حاجه مميزه لعملاء المتجر وبيلعبوا كشخصيات داعمه، فالغيلان والشخصيات التانيه ما بيقدروش يشوفوهم. وبتساله هو انت رحت قطفت التفاح ولا لا، وهل سمعت كلام حبيبتك وظبطت الدنيا معاها؟ بس الواد بيتوتر وبتروح عند القلاده بتاعته بتقول له احنا في الاول محتاجين نتاكد من اللقب بتاعك، وده علشان نتاكد من تقدمك في اللعبه، وان القلاده دي بتمنحك اللقب المناسب ليك. فلما بتيجي تبص على القلاده بتلاقي مكتوبه عليها قاتل صديق الطفوله. البت بتتصدم وبتقول له الله يخرب بيتك، انت دخلت في طريق مسدود من اول اللعبه. هيرو ما بيكونش فاهم اي حاجه من اللي بتحصل حواليه وبيحاول يفهمها ان كل اللي حصل ده كان عن طريق الغلط، وانه اساسا ما كانش قاصد يقتل الواد ده، وبيسالها لو كان ممكن يعيد اللعبه من الاول ولا لا، بس هي بتقول له ان اللعبه دي ما فيهاش اعاده ولا فيها زرار البدء من جديد، وحتى لو فكرت تقفلها وتفتحها تاني فاللعبه فيها نظام الحفظ التلقائي، يعني هتبدا من وقت قتلك لصديقك المفضل، ولو عايز تبدا من جديد فلازم تشتري جهاز العاب جديد وده تقريبا سعره 120 الف ين. فالواد ساعتها بيتداول يقول لها طب انا عايز ارجع اللعبه دي وهبلغ جهاز حمايه المستهلك، فالبنت بتقول له مش لو قدرت تعملها، الشركه اصلا قفلت من 10 سنين بعد ما تم اصدار اللعبه بفتره، وده بسبب واقعيتها الزياده، فعشان كده الناس رجعت تلعب الالعاب العاديه من تاني. بتكمل كلامها وبتقول له برغم ده ان كان في واحد زيه في الاول وبدا وقتل صديقه المفضل، والشخص ده اسمه كينجي، وانهم ممكن يروحوا يطلبوا منه المساعده، بس الاول لازم يروحوا يشتروا شويه لبس علشان يتخفى عن الناس، وده لانهم علقوا صورته على قائمه المطلوبين والحراس بيدوروا عليه في كل حته. وبالفعل بيروحوا يجيبوا لبس جديد، ولكن بما ان التاجر ما بيحبش يخسر زبون فبيغلي على هيرو السعر علشان ما يفضحوش. بيبداوا في مهمه البحث عن كانجي في المدينه، وهيرو بيكون مصدوم من كبر المدينه اللي هم فيها، فبتقول له رونا ان المدينه دي موجوده في قاره تدعى الفري، وان التجاره فيها ممنوعه مع المدن والممالك التانيه، علشان
عشان كده اطلق على المدينه دي لقب المدينه المغلقه. وهم في طريقهم بيدوروا على كانجي، اليسيا بتلاقي هيرو بيكون معاها سكينه وناويه انها تخلص عليه. بتهجم عليه بسرعه جنونيه وشكلها كان مخيف جدا. فرونا بتقول ان كل شخصيه في اللعبه لها شخصيه منفرده وذكاء، واصدقاء الطفوله تحديدا عندهم سرعه جنونيه، وعشان كده كان لازم يضمهم للفريق بتاعه. بس هو كده يعتبر خسرهم. فارو بيفضل يجري علشان يهرب منها لحد ما بيقدر يبعد عنها، وفي لقب جديد بيظهر له، واللقب الجديد هو لقب القدم السريعه الهاربه. فهيرو بيسال رونا عن الالقاب دي واذا كانت هتزود من طاقته او هتنقصها، فبتقول له لا، الالقاب القاب وخلاص. فبيحبط وبيجي يسجل خروج من اللعبه، مش بيعرف لان اللعبه مش بتخرج حد وقت المعركه. بتكون اليسيا حواليهم، فرونا بتفضل تضرب فيها وهيرو بيجري بسرعه جنونيه لحد ما بيقدر يخرج. بيقول لنفسه انا مش فاكر انا اخر مره جريت بالسرعه دي امتى. في اليوم اللي بعده بيروح المدرسه وبيقابل صاحبه، وصاحبه بيساله عن المهمه الاخيره، بس بيقول له ان هو اتنصب عليه واشترى لعبه تانية سيئه. بس الواد بيحاول يقنعه انه لازم يرجع يعمل حاجه تانية غير الالعاب، وانه يرجع يعمل رياضه، لانه طول ما هو كده هتفضل العيال دي تتنمر عليه طول الوقت. بس هو بيقول له لا لا ما تقلقش، كل حاجه تحت السيطره. بيرجع البيت بعدها، واخته كايدي بتروح له الاوضه وبتقول له انت اشتغلت اهلنا بالالعاب اللي انت عمال تلعبها طول الليل والنهار دي، وصياحك اللي خنقنا وخلانا مش قادرين نقعد في البيت. فين هيرو بتاع زمان اللي كان عداء من افضل العدائين؟ بس هو بيقول لها دي كانت ايام وولت يا كايدي، دلوقتي خلاص بقت هويتي هي العاب الواقع الافتراضي. بيرجع يدخل اللعبه وبيقابل كانجي بالصدفه، وكانجي بيساعده لان ايده بتكون مجروحه ومش عارف يستخدم الاعشاب الطبيه لانها واقعيه جدا. بيقعد يتكلم معاه وبيعرفه ان اللعبه دي بتعتمد على قدراته في العالم الواقعي، وانه لو عايز ينجو فلازم يكون سريع وقوي في الواقع، وانه قتل اصدقاء طفولته لانه يأس منهم، ولقبه بيكون بلا قلب وغير بشري. فالواد بيقول له معنى كلامك وزي ما انت بتقول ان اللعبه دي بتعتمد على القدره البدنيه ومفيش حد كده هيقدر يخلصها. بس هو بيرد عليه وبيقول له لا، انا شفت اللي خلصها قبل كده، وهو الشخص الوحيد اللي قدر يخلصها واسمه كاموي، وكان لقبه الذي لا يقهر، المغامر اللي ملوش مثيل. بس بعدها هو شكله خرج وحذف اللعبه ببساطه. فهيرو بيساله عندك اي حاجه تساعدني في اللعبه لاني مش عارف امشي في المدينه بسلام؟ فبيقول له عندي ليك افضل مساعده. بيمسكه وبيرميه على الارض وبينده باعلى صوته بيقول القاتل عنده اهو يا ناس، اما انت طلعت عيل خنزير وما عندكش قلب بصحيح. في اللحظه دي بيدخل عليه الحراس وبيكتفوه، ما بيكونش فاهم ايه اللي بيحصل او وصلوا ازاي بالسرعه دي. وكانجي بيقول له انا ساعدتك بما فيه الكفايه، بس نصيحه مني يا هيرو، اياك تقول ان انت اللي قتلته، وده علشان ما يتحكمش عليك زي ما اتحكم عليا. انا محكوم عليا ب 13 سنه بسبب الغلطه العبيطه دي. فهيرو بيقول له والله انت اتجننت خلاص. بعد كده الحراس بيكونوا واخدينه على السجن، بس طول وهم في الطريق الناس كانت بترمي هيرو بالطوب، وبتكون لسه بتراقبه من بعيد. واول لما بيوصل للسجن بيكون يأس خلاص، لان لا رونا جات له ولا حتى استفاد حاجه من جانجي. هو دلوقتي هو محبوس ومش عارف يعمل ايه. لكن بعد شويه وقت بيقوم علشان يلبي نداء الطبيعه، بس بيتفاجئ بظهور شبح مارتن، واللي هو صديقه المفضل واللي قتله. بيقول له انه هيفضل يظهر له كده على طول وفي اوقات غريبه، وعلشان يختفي لازم يقول الوعد اللي كان بينهم وبينه وهو صغير. وطبعا هيرو ما بيكونش عارف ايه هو الوعد ده، لان هي كده كده لعبه. فبيفضل يصح شويه ان حد يخرجه لحد ما بتيجي البنت دي. هو بيفضل يستنجد بها وبيقول لها ان شبح مارتن هيقتله، بس هي ما بتكونش شايفه حاجه. بتخرجه وبتاخده معاها للاوضه دي وبتقول له انت دلوقتي هتعدي على واحده من اجمد الاحداث اللي ممكن تحصل، مستعد ليها؟ هيرو بيوافق، والموافقه دي ما بيكونش فيها رجعه، لان البنت بتكلبشه على الترابيزه وبتبدا تطلع ادوات التعذيب بتاعتها. يا نهار ابيض، هو الواد ده داخل اللعبه يلعب ولا يتهان؟ بس اخيرا رونا بتيجي وهيرو بيفضل يستنجد بها، والبت ما شاء الله عليها بتقعد تشجعه وبتقول له انت لازم تستحمل التعذيب علشان دي الطريقه الوحيده اللي هتخرج بيها من هنا. ومن خوفه ما بيقدرش يستحمل وبيعملها على نفسه. فساعتها الحارس بيخش وقف البنت دي واللي اسمها ميزه قبل ما تعذبه. بيقول لها والله انا ما اعرفش تفاصيل، بس دي الاوامر اللي جات لي. والبت رونا بتقول له اخيرا اكتشفنا طريقه جديده علشان نخلص بيها من التعذيب، ايه رايك يا هيرو؟ مش الموضوع طلع ممتع؟ فهيرو بيقول لها ممتع؟ بقول لك ايه، انا هخرج من اللعبه القذره دي ومش هدخلها مره تانية. انا بدخل الالعاب اصلا علشان اهرب من الواقع اللي انا بتعذب فيه، فمش هتعذب هنا وهناك. وفي الاخر بيخرج من اللعبه اخيرا. وتاني يوم المدرسه بيكون فيها ماراثون، وهيرو بيكون مشارك فيه هو وكل مدرسه الثانويه. فصاحبه بيجي له بيقول له لسه بتعرف تجري ولا خلاص ركبك زيات؟ هيرو بيقول له يا عم ما تقلقش، لسه فينا الصحه، انا هجري زي ما بعمل في العادي، ده انا كنت احسن عداء في المدرسه المتوسطه. وبعد كده بيسيبه وبيمشي علشان يروح يلبي نداء الطبيعه، بس بيقابل احسن عداء في اليابان واللي بيكون عارفه. بيقول له انا سمعت عنك كتير يا هيرو، واتمنى انك تلبي توقعاتي، لان النهارده في كشافين كبار وغير كده انا من ضمنهم. فهيرو بيتحمس ومن حماسه بينسى يدخل الحمام. بعدها بيبدا الماراثون، وهيرو بيكون بطيء جدا بس بيحفز نفسه وبيبقى اسرع، ولكنه في الاخر بيتكعبل وبيرجع يعملها على نفسه تاني، وبيكون شكله وحش قدام الكل. اخته وحتى الكشافين ما بيفكروش يبصوا له، فبيتضايق جدا من بصات الناس ليه وبيروح على البيت. وفي تاني يوم الصبح اخته بتبدا تتخانق معاه وبتقول له انت مش هتبطل
تبطل بقى صياح طول الليل والنهار، انت قرفتنا وخلاص ما بقتش عارفه اذاكر منك، حتى انت ما بقتش بتهتم بحاجه ولا بحياتك زي الاول، بقيت مجرد فاشل ما بتعملش حاجه غير انك بتلعب. بس هو بيقول لها انا خلاص سبت اللعبه وما عادش هلعبها تاني، فبترد عليه بتقول له يعني انت بقيت فاشل الدبل اهو، يعني الحاجه الوحيده اللي كنت بتعملها كمان بطلت تعملها. هيرو بيتضايق جدا من كلامها بس هي بتسيبه وبتمشي. امه بتكلمه بتقول له اياك تزعل من الكلام اللي هي بتقوله لك ده، هي بس عايزاك ترجع احسن من الاول، ترجع اخوها اللي كانت بتتباهى بيه قدام الفصل كله. بعد كده في المدرسه الاثنين المتنمرين بيرجعوا يتنمروا من تاني، بس هو بيديهم فلوس من غير ما يتكلموا وهم بيستغربوا ان اللي هو عمله ده، بس هو بيسيبهم وبيمشي في صمت. حتى المعلم بتاعه لما بيجي ينادي عليه بيتجاهله تماما وبيمشي. بعدها البنت رونا بترن عليه وبتقول له لازم يجي لها المتجر ضروري، ولما بيروح بيقول لها انا كده كده كنت جاي وعايز ابيع اللعبه. هي بتكون فاكراه بيهزر بس هو بيكلمها بجديه وبيقول لها انه زهق منها ومن اللعبه وانه بقى حتى مطارد من اشباح القريه وحبيبته بتطارده. بس هي بتقول له يا عم انا عندي ليك حل، انت سمعت عن كومي مش كده؟ اهو بقى الشخص ده عمل كتالوج ازاي تكسب في اللعبه دي وبتوري له الفيديو، واللي بيكون كله تهزيق وكلام مش مفهوم، بس مواضيعه كلها بتكون تقريبا نفس اللي هيرو مر بيها، زي لو حبيبتك بتلحقك او صديق الطفوله بقى شبح والعقاب وكده. لكن هيرو ما بيكونش فاهم اي حاجه لان كلامه كان تهزيق وعامل زي الالغاز، هو لكنه بيقرر يواجه الواقع ويرجع يلعبها علشان يشوف هيوصل لايه في الاخر. وبالفعل لما بيروح بيفتحها وبيرجع لنفس المكان تاني وبيكون خد لقب جديد وهو الحمام الجيد. وبصراحه ده لقب غريب جدا، بس هو خد اللقب ده علشان انقذه من الاعدام قبل كده. بعد كده الحارس بياخده وبيكون موديه على القصر، والقصر ده بتاع تسلا العظيم قائد الحرس. ولما هيرو بيدخل لتسلا بيعتذر له عن الموقف اللي هو حطه فيه لانه كان بريء، لانهم اكتشفوا ان سكينه فواكه هي اللي قتلت مارتن، وعلشان يقتلوا بسكينه الفاكهه دي محتاج اسبوع، وانه كده كده لو عايز يقتله فكان في سيف في الاوضه وكان ممكن يستخدمه. واول لما بيجيب سيره السيف هيرو بيفتكر كلام كاموي في الفيديو عن سيف اللاعب، وده اللي بيكون محطوط في زاويه في الاوضه وانه السلاح اللي هيستخدمه في رحلته. تسلا بيكمل كلامه وبيقول له انت كده بريء بالنسبه للشرطه، اما بقى بالنسبه للمدنيين فمش هتكون بريء، واليسيا هتكون عاوزه تخلص عليك. بيفرح من الخبر وانه اخيرا على الاقل هيقدر يمشي في شوارع المدينه من غير ما يستخبى، بس الناس كلها بتفضل تشتمه وبيرموه بالطوب لانهم لسه شايفينه مجرم، فبيستخبى منهم تاني وبيشوف ان في حراس ناحيه بيته. فبكده هيرو مش هيقدر يدخل البيت علشان ياخد السيف بتاعه. فرونا بتقول له عقبال ما الناس دي تبعد عن البيت احنا نروح نشتري شويه عناصر زي القنبله الدخانيه، ودي اللي هتساعدك في المعارك بتاعتك، بس لما بيجي يشوف الفلوس اللي معاه بيكون شبه مفلس. فرونا في الوقت ده بتقول له بص يا سيدي انت عندك 3 حلول، اول حل ان هم يسرقوا لكن الحل ده ما بينفعش لان هيرو بيرفض الموضوع تماما، والحل التاني ان هم يشتغلوا وبسبب ان الناس مش طايقاه فبيضطر نروح مكان غير النقابه علشان ياخد شغل، والمكان ده بيكون معمول للمجرمين والمنبوذين لان الاشغال اللي بتيجي فيه بتكون مشبوهه. ولما هارو بيجي يشوف المهمات مش بيقتنع بولا واحده فيهم، وبكده اول حلين يكونوا خلصوا ويتبقى الحل الثالث وهو انهم يستلفوا فلوس من اي حد. فبيروح الكانجي ورونا بتتفق معاه ان هيرو هيقاتله مقابل انه ياخد كل الفلوس اللي معاه، وبالفعل بيوافق كانجي وبتبدا المواجهه ما بينهم، بس بتكون عامله زي معركه الاطفال كده، الاتنين بيفضلوا يضربوا في بعض ضرب خفيف واللي يشد شعر التاني واللي يمسك التاني من ايده اللي بتوجعه، حاجه هم يعني. بس فجاه مارتن بيظهر تاني قدام هيرو، وهيرو بيقعد يصح ان مارتن موجود وهو عباره عن شبح. فكانجي بيقول له انا بعاني من الموضوع ده من ساعه ما خلصت على صديق طفولتي ودلوقتي هو ميعاد انه يجي، بس هو بيكون خافي زي مارتن بالظبط. كانجي بيرد عليه بنفس الاجابه انه ما يعرفش اجابه السؤال وانه عمره ما هيعرف الوعد. فرونا بتتكلم مع هيرو بتقول له على قد ما يبان لك ان كانجي عادي ومتعايش مع الوضع الا انه بيتألم من جوه انه قتل اصدقائه، وده نفس الشعور اللي هيرو كان حاسس بيه. بس بعد كده بياخدوا الفلوس منه وبيكونوا في حدود 60 عمله. بيروحوا لاحد المحلات والبنت اللي هناك بتنصب عليهم وبتديهم القنبلتين ب 60 عمله بدل 40. بعد كده اولاد العبيطه بيروحوا على البيت وبيلاقوا ان السيف فعلا محطوط في مكانه. بيروح علشان ياخده بس بيلاقي ليسيا وراه، بيكون عايز يهرب منها وبيجي يرمي عليها القنبله لكنه بيفتكر ان اللعبه واقعيه جدا وانه لازم يولع الفتيله علشان القنبله تشتغل، فبيفضل يعتذر منها على امل ان هي تسامحه، لكن دي ما عندهاش يما ارحميني. بتبدا في الهجوم عليه بس البت ميزا بتظهر وبتحميه. ميزا في الوقت ده بتكلم هيرو بتقول له انا هحميك من البت دي، بتعرف نفسها لليسيا وبتقول لها انها المحققه ميزا واحده من النخبه في المدينه دي، وزي ما انت عارفه ان تم تبرئه هيرو من جريمه القتل، ولو اصريتي على انك تاذيه فانا هتاكد بنفسي ان جثتك تكون جنب جثه اخوك. فهيرو بيسال ميزا في الوقت ده انت جيتي ورايا ليه ومنين عرفتي ان انا بتهاجم؟ فابن المحظوظه البت دي بتقول له ان هي حبته من اول نظره وجيت علشان كانت متاكده ان في حد عايز يقتله، ولكن وهما بيتكلموا اليسيا بتيجي من ورا هيرو بتكون خلاص هتخلص عليه، لكن ميزا بتلحقه في اخر لحظه حرفيا. فميزا بتقول لها هو انت ما سمعتيش اللي انا قلته لك ولا ايه نظامك؟ فاليسيا بتقول لها انا ما سمعتش ومش عايزه اسمع، ولو انتوا ما طبقتوش القانون انا هطبقه بمعرفتي، لو انت دافعتي عنه فهخلص عليك انت كمان. فميزا بترد عليها وبتقول لها وانا عاوزاك تجربي. لسه بتهجم عليها بس ميزا بتصد ضربتها وبتقول لها انا مش محققه من فراغ، بتكون عاوزه تخلص عليها بالفاس اللي معاها والمكان اللي ضربته بيتدمر حرفيا. بس اليسيا بتختفي من
المكان، بس لما بيجوا يبصوا بيلاقيها متعلقه في السقف وقدرت تهرب. هيرو بياخد السكينه بتاعتها وبيرميها، لكن دي بيكون معاها سكينتين زياده. بس ميزا بتقول لها شكلي قللت منك ومن دلوقتي انا هبدا الجد معاك يا اليسيا. هو انت عارفه انا بحمي هيرو منك ليه؟ انا بحميه علشان اخلص عليه واعذبه بمعرفتي. انا كنت في قمه استمتاعي وانا قاعده بعذبه وسامعه الصوت صياحه. يا ولادي المجنونه. هيرو بيكون مصدوم، 2 من المجانين عاوزين يقتلوه، هو ما قالش لسه بسم الله في اللعبه. بيبدا البنتين ان هم يتواجهوا، بتكون اليسيا سريعه جدا لان اصدقاء الطفوله بتزيد قوتهم 10 اضعاف لما بيحصل من البطل اي حاجه، ولكن ميزا بيكون عندها خبره في المعارك اكتر منها. ولكن على مين يا حلوه؟ اليسيا بتخدعها وبتديها ضربه في بطنها بتجيبها الارض وبتروح ناحيه هيرو علشان تخلص عليه. لكن هيرو بيفتكر كلام كاموري وان لو عنده مشكله عامه وتحديدا مع صديق الطفوله فلازم يحلها بدون قتال، وانه لازم يفتكر في الاول وفي الاخر ان هم اصدقاء طفوله، وانه دخل الواقع الافتراضي ده في زمن معين. وبالفعل هيرو بيبدا ينفذ الكلام وبيقول لاليسيا ان هو بيحبها. السكينه بتقع من هنا وبتتفاجئ من اللي بتسمعه، لكن هو بيقول لها انه بيحبها طول عمره وهيفضل يحبها زي ما هو. بتفاجئه وبتقول له انا كمان بحبك، بس انت قتلته ما قتلتش اي حد. لا انت قتلت اخويا اللي هو كان اعز صديق ليك، وانت بتحسبني انا زعلت علشان كده؟ لا انا زعلت علشان انت هربت. انت ليه هربت يا هيرو؟ هو بعدها بنت المجنونه دي بتسيبه وبتمشي. ساعتها هيرو بيفهم ان ده اكبر مما كان يتوقع، وان ده مش واقع افتراضي عادي ولازم يتعامل معاه كانهم ناس يعرفهم من زمان. بيروح عند احد الاشجار المشهوره في المدينه وبينادي على مارتن، بيقول له انا عارف انك موجود هنا، وبالفعل مارتن بيطلع له. هيرو بيقول له انا عايزك تسامحني ونرجع تاني اصدقاء زي ما كنا وزي ما هنكون للابد. في اللحظه دي المكان كله بيتقلب لذكريات قديمه لهيرو وهو قاعد بيلعب مع مارتن واليسيا، وهيرو بيوعد مارتن انه هيفضلوا اصدقاء دايما مهما حصل. وساعتها فعلا مارتن بيسامحه وبيبدا يتلاشى لانه اخيرا قدر يقول الوعد اللي كانوا وعدوا بعض بيه. بيجي له لقب جديد وهو افضل صديق قاتل لصديقه. ولكن فجاه هيرو بيبص على المدينه وبيلاقي ان فيها دخان كتير في كل حته وفي اماكن كتير بتتدمر. بيتصدم من اللي هو بيشوفه وما بيكونش عارف يتصرف ازاي، فبيروح يشوف ايه سبب الحريق اللي حصل ده. وهيرو بيسال رونا عن الحدث ده، بس هي بتقول انها اول مره تشوف حاجه شكل كده. بيحاول ان هم يسالوا اي حد ولكن محدش بيهتم بيهم والكل بيكون عايز يهرب. فرونا بتقترح عليه ان هو يدخل للحداد، منها يسن السيف بتاعه ومنها يعرف ايه اللي بيحصل. وبالفعل بيدخلوا للحداد، بس الحداد بيرفض انه يعمل السيف وبيقول له انت عبيط، انت مش شايف الدمار والخراب اللي قاعد بيحصل في المدينه؟ الغيلان هجموا على المدينه وقعدوا ينهبوا ويدمروا كل حاجه. بس هيرو بيقول له مش انتوا قلتوا ان في نفق محوط المدينه كلها؟ بيرد عليه الحداد وبيقول له النفق ده لاول مره يحصل له جفاف بالطريقه دي من 50 سنه. هو بما ان الحداد مش عايز يعمل السيف لهيرو بيقول له على الطريقه وبيقول له اعمله بنفسك، بس هيرو بيكون غاضب جدا. فرونا بتقول له احسن حل اننا نخرج من اللعبه دلوقتي ونقرا شويه عن الموضوع وبعد كده نبقى نفتح تاني. لكن هيرو بيكون عنده فضول اتجاه الموضوع وعايز يشوف احد الغيلان. بس رونا بتقول له بص بلاش نتغابى ولازم نلعب بامان، لانك ما تعرفش ايه اللي ممكن يحصل لما انت تموت في اللعبه. فهيرو بتفكيره الايجابي بيقول لها طالما انا دلوقتي بحس بالالم والجوع وكل حاجه داخل اللعبه فاكيد لو مت هنا ممكن اموت في الحقيقه. لكن رونا بتقول له لا الجهاز بتاع الالعاب بتاعك بس هو اللي هيبوظ. هو ده بيخليه يفكر في الموضوع 1000 مره لان الجهاز اغلى منه هو شخصيا. لكن الفضول بياخده بيقرر انه يروح يشوفهم. بيلاقي شكلهم مرعب جدا وفي نفس الوقت بيشوف بنت واقعه على الارض وعماله تعيط، قاعده تنادي على مامتها والغول عمال يقرب منها. هيرو بيكون عاوز يروح يلحقها لكن رونا بتمنعه بتقول له ده مجرد شخصيه في اللعبه، وانت لو رحت فالغول ده هيقتلك بكل بساطه. وده لان غير انهم اقوياء فهم عندهم سرعه مجنونه، والوحيدين اللي قدروا يخلصوا على الغيلان دي هم كومي وشوهي. وشوهي ده هو اقوى مقاتل في اللعبه حرفيا. فبيشوفوا ان الحراس وصلوا بيدافعوا عن البنت لكن الغول في ثواني معدوده كان خلص عليهم. هيرو بيتصدم من قوته لانه كان عايز ينقذ البنت عشان ما يبقاش في قتل تاني، ودلوقتي قدامه 3 ميتين. فبيقرر بمساعده روني انه يروح ينقذ البنت، وروني هي اللي هتلغي الغول بما انه مش هيكون شايفها. بيبدا الخطه وبالفعل بيقدر انه ياخد البنت، لكن في غول تاني بيظهر وبيكون عايز يستسلم خلاص، لكنه بيفتكر البنت اخته كايدي فبيقول لها تهرب وان هو هيحمي ظهرها. اول لما بتتحرك الغول بيجري وراها، ولكن فجاه وبدون سابق انذار سرعه هيرو بتزيد بشكل جنوني وبيبقى اسرع من البرق وبيروح ينقذ البنت لحد ما تسلا بيوصل وبيخلص على الغيلان وبيكون هو الشخص الاقوى في المملكه. بيطلب من هيرو ان هو ينضم ليه في قوات حرس المملكه وهيرو بيوافق. بعد ما بيخرج من اللعبه بيبدا يعرف شويه حاجات عن طريقه الخروج من المدينه وازاي يقتل الغيلان. فكومري بيقعد يديله شويه احتمالات اللي ممكن يعدي بيها، واللي اضمنهم هي تنفيذ المهمه العاديه جدا، وده علشان يكسب سمعه كويسه جدا ويقدر يخرج. واقل واحده في فرص النجاه هو عرض تسلا للانضمام للجيش بتاعه، وده فرصه النجاه فيها 0.1، يعني ميت. الواد اول لما بيسمع الخبر ده بينزل عليه كالصاعقه وبيقول يعني انا كده عندي فرصه ان جهازي يتدمر بنسبه 99%. لكن كومري بيقول له بس لو معاك لقب افضل صديق قاتل فممكن يكون عندك فرصه ضئيله جدا جدا انك تنجح، وهيرو بيكون معاه اللقب ده. فكومري بيساله عن كلمات الوعد وهيرو بيقول ان احنا افضل الاصدقاء للابد. كومري بيتفاجئ لان في ناس بتقعد بالسنين علشان تكتشف الكلمه دي، وفي اللي بقاله اكتر من 10 سنين مش عارف يجيبها. بيديله سر المهمه دي واللي هيرفع فرصه نجاته من 0.1 ل
هيرو بوينت 5 وبيقول له انك لازم تستحمل 5 ايام تدريب، وده في موجة هجوم الغيلان التانية، ودي اكتر حاجة اقدر افيدك بيها دلوقتي، وخد بالك انها بتعتمد على اللاعب برضه. بيكون هيرو قدامه كام يوم اجازة، فبيقرر انه يفضل يلعب اللعبة بلا توقف لحد نهاية الاجازة. بيبدأ اللعبة وبيروح مع تسلا للقصر الملكي، وهناك بيتعرف على الملكة وبتشكره جدا على جهوده، وده علشان انقذ واحدة من المواطنين. بعدها تسلا بياخده لمكان التدريب، وبيكون المدرب هو نفسه الحارس اللي كان جاي علشان يسجنه قبل كده، واسمه بيكون امور. بس هيرو ما بيكونش بيتدرب لوحده، بيكون معاه 2 متدرب اسمه جريندا وهو الشخص الضخم ده، والواد القصير ده واسمه بالو. وبعدها هيرو بيتعرف على البنت اللي اسمها كيتي دي، واللي بتكون خدت البنت الصغيره وروحتها لاهلها بعد ما هيرو انقذها. بتكون مبسوطه جدا منه، لكن هيرو وقت التدريب بيقلب بطه بلدي وما بيكونش قادر يعمل اي حاجه قدام امور، على عكس جريندا اللي بيكون عنده قوه مهوله وبيقدر يهزم امور بكل سهوله. بعد كده بيروحوا الهيرو هو والواد بالو وبيبداوا يهددوه بيقولوا له انت ضعيف جدا ووجودك زي عدمه، فلو عايز تفضل موجود معانا لازم تدفع لنا. ونظراتهم بتفكروا بنظرات العيال المتنمرين اللي كانوا بيتنمروا عليه في الفصل. بيقول مع نفسه هو انا هعيش الواقع بتاعي هنا كمان، حتى في قلب اللعبه هيتم التنمر عليا. بعد كده هيرو بيكون متضايق من اللي بيحصل فيه، فرونا بتحاول تساعده وبتوديه اماكن على اساس انها تزود من قوته، لكن كل خططهم بقت بالفشل، وده لانه مع كل التدريب ليه مع المدرب بيتهزم بكل سهوله. والمدرب بيقول له انت لو سبت الجيش هيكون احسن ليك يا ابني. في نفس الوقت ده المتنمرين بيقولوا له فين الفلوس بتاعت النهارده، لكن الواد بيكون مفلس لانها مش نفس الحياه الواقعيه، فبيقول لهم ان هو معهوش فلوس. لكن الاتنين دول ما بيتفهموش وبيقولوا له بقى كده يبقى انت لازم تقاتل واحد فينا. بيتبسط هيرو لان جسم بالو صغير وضعيف فمش هيقدر يعمل حاجه، ولكن في لحظه بيشغل سرعته المهوله وبيديله ضربه قويه جدا وبيقدر يفوز بالمعركه في ثواني. كيتي بتروح تقول للامور، لكن امور بيشوفهم وبيعمل نفسه عبيط. العيال بتمسك كيتي وبيقول لها انت بتساعدي هيرو ليه، هو انتوا في بينكم حاجه؟ فهيرو بيقول لهم انها صاحبته، بس هم بيقولوا له الكلام ده صح يا كيتي، فهتتعاملي نفس المعامله اللي هيرو بيتعاملها. كيتي بتكون خايفه جدا وبتقول لهم انها مش صاحبه هيرو وبتسيبهم وبتمشي. فساعتها رونا بتقول للهيرو انها هتحل الموضوع ده باستخدام قدراتها. وفي تاني يوم بيكون الحساب بتاع الواد البارد ده مسروق ومرمي في الطين. الواد بيتعصب وبيتضايق جدا ومحدش بيكون فاهم حاجه، ومفيش كام دقيقه وبيدخل علشان يجيب سيفه، لكنه مش بيلاقيه هو كمان، وبيفضلوا يدوروا عليه كلهم ومن ضمنهم هيرو اللي ما بيكونش فاهم ايه اللي بيحصل. الواد اول لما بيدخل الحمام بيلاقي السيف بتاعه هناك، وبيروح يتخانق مع هيرو بيقول له انت اللي عملت كده مش كده؟ فهيرو بيقول له انا مش فاضي ان انا اعمل لك حاجه، وكل الحراس بيبداوا يدافعوا عنه وبيقولوا ان هيرو كان بيساعده في التدوير على السيف وهو مش فاضله وبطل تتهمه بقى. في نفس الوقت ده بيسمعوا الصوت فبيروحوا يشوفوا ايه، وبيكتشفوا من المسعفه ان في حرامي غسيل، وبتطلع الهدوم اللي اتسرقت دي في شنطه جرينتا، وبينكر الموضوع وبيتخانق معاهم، لكن الكل بيتضايق منه وبيبداوا يتنمروا عليه وعلى كل اللي بيعمله. الواد بيكتئب حرفيا ونفسيته بتتدمر، وفي تاني يوم بيطلع بقرار ان هو يبطل حراسه نهائي. وامور بيقول لهم ان جرينتا ما كانش عنده العزيمه الكافيه انه يكمل، لكن في نفس الوقت بيدخل عليهم تسلا ومعاه ورقه وبيقول لامور انت يا امور كنت السبب في اختفاء حاجه جريندا، وانت كمان اللي حرضته يسرق الغسيل. والجواب ده كان جاي من بالو، لكن الاتنين بينكروا الموضوع. فتسلا بيسال الحراس عن معامله امور ليهم وبيسالهم اذا كان مدرب كويس ولا لا، وكلهم بلا استثناء بيقولوا ان هو اسوأ شخص عرفوه، انه كان دايما بيشوف هيرو وهو بيتعرض للتنمر وكان بيعمل نفسه عبيط، هو ما حدش فينا كان بيستفاد منه باي حاجه. فتسلا ساعتها بيقرر ان هو يشيله من منصبه وبيخلي الحراس يتدربوا لوحدهم، وده لحد ما يجيبوا لهم معلم جديد. وبتكون كل اللي عملت الكلام ده هي رونا. هيرو بيقول لها انت خليتي ناس كتير تعيط النهارده، بس هي بتقول له انا مش فارق معايا لان هم اللي بداوا معاك التنمر من الاول، والتنمر هيفضل برضه تنمر في الاخر. وبيجي الهيرو لقب جديد وهو الشيطان الخبيث بسبب اللي عملته المساعده بتاعته. رونا بتتبسط منه وبتقول له انها ناويه تكون صريحه معاه لاول مره، وتقول له هي ليه كانت بتدور على حد علشان يخلص اللعبه. بتقول له فاكر يا هيرو يوم ما قلت لك ان الشخص اللي هيخلص معايا اللعبه هو ده الشخص اللي انا هتجوزه؟ فهيرو بيقول لها ايوه بس ده ملوش علاقه باللي انت بتقوليه ولا اللي احنا فيه ولا اللعبه من الاساس. بس هي بتقول له انها قابلت كومي من 10 سنين وانها يوم ما شافته كانت معجبه بيه جدا، بس هو رفضها ورفض يشوفها تاني حتى، فعشان كده هي خلت هيرو يبدا اللعبه معاها وقررت ان اللي هيساعدها هتتجوزه. وبعد كده في الليل بيكون هيرو واقف وتسلا بيجيله يقعد معاه شويه يتكلموا، فهيرو بيساله عن السبب اللي مخليه صاحي لحد دلوقتي. تسلا بيقول ان هو بيحمي المدينه بالليل لان محدش متوقع هجوم الجوبلينز هيكون امتى. بعد كده بيسال هيرو بيقول له انت كنت تقريبا عاوز تخرج من المدينه مش كده؟ هيرو رد عليه وقال له ايوه بس اكيد مش هعرف اخرج في وقت زي ده. فتسلا بيقول له انا طول عمري كان عندي حلم وهو ان اخرج بره المدينه دي واختبر قوتي في العالم الخارجي، فايه رايك يا هيرو لو خرجنا من هنا وشكلنا مجموعه مع بعض؟ هيرو بيتبسط ولكنه بيحس ان تسلا قرب يموت. في اليوم اللي بعده بيكون تسلا بيقسم رجالته الفرق علشان يسيطروا على الشغب اللي بيحصل في المدينه من ساعه ما الجوبلين بداوا ينتشروا. بيجيب عضوين في الفريق واللي هم حبيبه القلب اليسيا وميزا، ودول اللي هيكونوا فريق مع هيرو في المنطقه الشرقيه. ولما بيروحوا هناك وما قالوش لسه بسم الله بيلاقوا واحده بتصرخ وبتقول في حد سرق منها شنطه. اليسيا بتتحرك بسرعه وبتقطع ايد اللي سرق الشنطه وبتديها لهيرو
يرجعها للست، والست طبعا من المنظر بيقوم مغمى عليها. اليسيا بتمسك الشخص ده وبتقول له هو انتوا اتجننتوا؟ انتوا خلاص بقيتوا مدينه فاسده ولا ايه؟ فهو بيرد عليها وبيقول لها خلاص الغيلان كده كده هيخلصوا على المدينه ومفيش اي طريقه نقدر نعيش بيها غير دي دلوقتي. فميزا لسه هتخلص عليه بس بيتحايل عليها وبيقول لها انا كده كده ما عملتش الموضوع ده بمزاجي، وان شخص منهم طلب ان هم يلهوا الحراس لان ده هيكون اكتر وقت مثالي للعمليات. وفي نفس اللحظه بيكون في كذا عمليه سرقه بتحصل، فهيرو بيساله عن مكان الشخص ده فبيقول له ان الشخص ده موجود في الحانه. ولما بيروحوا للحانه وبيدخلوا بيلاقوا ان في ناس كتير متربطين ومن ضمنهم كانجي. والخطه بتمشي كالاتي: البنات هيروحوا يفشخوا المجرمين وهيرو هيفك الرهاين، وعلى ما هم بيخلصوا على المجرمين بيكون هيرو فك كل الرهاين، وبيكونوا شاكين ان اضخم واحد فيهم هو القائد. بس بعد ما الراجل الضخم ده بيقع على الارض بيصح وبيقول للكانجي مش ده اللي احنا اتفقنا عليه، انت قلت ان الموضوع هيكون اسهل من كده بكتير. فساعتها كانجي بيكتف هيرو بيقول له انت جيت وبوظت خطتي. بيكونوا مصدومين ان هو اللي عمل كده، بس هو بيقول لهم انه ماشي بالمقوله الشهيره ان لم تستطع اسعاد نفسك فعكر مزاج الاخرين. فاليسيا بتيجي في الوقت ده وبتديله ضربه بتجيبه الارض وبيكلبشوا كل المجرمين اللي في المكان. وفي نفس اللحظه بيرن الجرس وبيعلن عن ظهور الجوبلين في المدينه، فبيروحوا كلهم مع تسلا علشان يخلصوا عليهم. بيكون عددهم اكبر من عدد الجوبلين، ولكن كل الجنود بيكونوا كحيانين ما عدا تسلا اللي نازل فيهم يمين وشمال باستخدام قوته ومش راحم اي حد. اليسيا وميزا بينضموا له هم كمان وقوتهم بتكون كبيره جدا، وخصوصا اليسيا اللي تحسها كانت قاتله مأجوره وبتسحب الجوبلين وبتخلص عليهم في صمت وبتفضل تقطعهم. هيرو بيكون مبسوط لان بكده تسلا مش هيموتوا وفرصه نجاته هتكون اعلى، ولكن ساعتها بيوصل لهم تقرير باختراق البوابه الجنوبيه وانهم مش قادرين على الوحوش اللي داخله. فتسلا بيعرف مين اللي دخل وبيقول لهم ابو عين واحده مش كده. ولما بيروحوا هناك بيكون في غول عملاق لونه احمر بيخلص على الجنود اللي هناك بضربه واحده بس. هيرو بيسال تسلا هو ايه الكائن ده، فتسلا بيقول له ده نوع من انواع الجوبلين القاتله، ومن كام سنه جالنا تقرير ان في جوبلين بيخلص على البشر، بس ساعتها انا كنت ضعيف وما قدرتش اعمل اي حاجه غير اني اخدش عينه. كده المعركه هتبدا تشتعل. لو عايزين نكمل بقيه الحكايه دي ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب في القناه وتوصل الفيديو ده 5000 لايك علشان الجزء الجديد ينزل بعده على طول. واشوفكم الفيديو الجاي. سبحان الله وبحمده، سبحان ربي العظيم. دمتم في سلام الله. سلام.